السلام عليكم، أهلا وسهلا بك في قناة محمد بأناش. أدعوك صديقي وصديقتي في القناة في فيديو اليوم للتعرف على أحد التخصصات المهمة في الإعلام الآلي، وهو تخصص وتكوين قاعدة المعطيات. ما هي شروط هذا التكوين؟ المواد التي تدرسها، مدة هذا التكوين، مجال العمل، ما هي المهن التي قد تناسبك في المستقبل لو تقوم بهذا التكوين، ونصائح أخرى. تابع معي الفيديو. لو كنت جديدا أدعوك لأن تشترك في القناة ليصلك كل جديد. أكرمني بإعجاب، وإذا لم يعجبك الفيديو ما في معنى الدير ديسلايك. شارك الفيديو مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، وخاصة لا تنسى مشاركة رأيك في التعليق. سنواصل بعد الفاصل. أول شيء، تخصص قاعدة المعطيات هو يدخل ضمن شعبة الإعلام الآلي. هذا التخصص الذي سأتحدث عنه في هذا الفيديو هو داخل في التكوين المهني، يعني تخصص ليس خاص بالجامعيين ولا بأصحاب البكالوريا. هذا التخصص يطلب منك فقط ثالث ثانوي، وسيكون مسموح للأدبيين، يعني من دون بكالوريا يمكنك أن تدرس في هذا التخصص. وهو مسموح أيضا للأدبيين، نعم، الذي يدرس آداب وفلسفة وعنده مستوى ثالث ثانوي يمكنه أن يدرس هذا التخصص. الآن عندما تدرس هذا التكوين وهذا التخصص، ما هو المجال الذي يمكنك أن تتخصص فيه؟ يعني ماذا ستتعلم في هذا التخصص؟ هذا التخصص يتيح لك أن تبرمج وتطور برامج الكمبيوتر للوجيسيال. يعني كي تقرأ التخصص هذا، خاصة عندما ستدرس البرمجة، ستعرف كيف تطور برامج كمبيوتر للوجيسيال تخدمهم أنت شخصيا. نعم، يمكنك أن تنشئ برامج. أيضا يساعدك على أن تتعامل مع قواعد البيانات. يعني لا شك ولا أعطيك سرا لو أقول لك أن اليوم في هذا العصر الذي نعيشه أن البيانات تمثل أحد المحاور المهمة في في العيش، يعني في عيش الشركة، في حياة الشركة. البيانات والمعلومات هي الصح يعني في حياة الشركة، وبالتالي سيكون مهم جدا أنك تعرف كيف تتعامل مع هذه القواعد، مع هذه البيانات، كيف تسيرها أنظمة خاصة من خلال الإعلام الآلي. أيضا عندما تدرس هذا التخصص ستتعلم كيف تستطيع وتكون لك القدرة على برمجة برامج تسييرية تستخدم في الإدارة والمحاسبة. كما قلت لك، برامج الكمبيوتر بشكل عام، وهذه أيضا خاصية مهمة أنك تتعلم كيف تبرمج برامج دي لوجيسيال خاصة بالإدارة، خاصة بالمحاسبة، وهذا مهم جدا. أعرف الكثير والكثير وأسمع عن الكثير ممن فقط برنامج واحد خلاهم يعيشوا في هناء، يعني لأن هذه البرامج غالية الثمن. لو تستطيع أنك تبرمج برنامج يساعد الإدارة في القيام بمهمتها، أضمن لك أنك ستنجح. ستتعلم أيضا كيف تسير وتدير أنظمة البيانات في الشركة. ستكون لك يسمح لك هذا التخصص بالمشاركة في اختيار قاعدة البيانات الشركة، إنشاء قواعد بيانات جديدة بالتنسيق مع مسؤول النظام. أيضا أنك تدير خوادم بيانات، تدير السيرفر تاع البيانات تاع الشركة، وأنك أيضا بالإضافة إلى كل هذا أنك تقوم بالصيانة. أنت لا تكتفي فقط بالبرمجة والتطوير، بل أيضا يمكنك أن تتعلم وستتعلم كيف تقوم بصيانة جميع البرامج الخاصة بقاعدة المعطيات. كما ترون هو مجال يعد بالكثير، ستتعلم الكثير، لكن ما أنصحك به هو أنك لا تعتمد فقط على التكوين المهني الخاص بالمركز التكوين المهني. يعني وسع مخك، وسع بالك لتتعلم أكثر، لأن التكوين المهني يعطيك فقط كما نقول القاعدة، يعطيك الباز. هو علم واسع، علم كبير. أنصحك بأن تتوسع أكثر وتدرس. هناك الكثير من المواقع، من الفيديوهات على مستوى الإنترنت لتدرس لوحدك، يعني بالإضافة إلى ما تدرسه في التكوين المهني. التكوين المهني خليه يعطيك الشهادة، ولكن أنت يجب أن تكون ذكي وتتعلم أكثر وتهرب على مستوى التكوين المهني. واصل معي، سأعطيك نصائح أخرى.
كما قلت في الأول، شروط الالتحاق فقط سنة ثالثة ثانوي، ليس مهم أن يكون لك بكالوريا. حتى أصحاب البكالوريا يمكنهم أن يدرسوا هذا التخصص، يعني إذا كان يستهويك هذا المجال. مدة التكوين هي فقط 30 شهر، أي عامين ونصف. سيكون عامين تدرس نظري، و6 أشهر الأخيرة ستقوم بالمذكرة تاعك، يعني ودير ستاج براتيك. أين يمكنك العمل؟ شوف، هذا التخصص يمكنك العمل به في أي شركة مختصة في الإعلام الآلي. أي شركة مختصة في الإعلام الآلي تقدر تخدم عندها. في أي فرع أيضا مختص بالشركات والإدارة تقدر تعمل في أي فرع مختص بالشركات والإدارة. يعني احنا نعرف كل شركة، كل إدارة عندها قاعدة بيانات، وبالتالي أنت مؤهل لأنك تعمل في كل الشركات تاع الجزائر، تاع الوطن، كل الإدارات، لأن كل إدارة، كل شركة هي بحاجة إلى مختص في قاعدة البيانات. واحد يعني سور بي سي ينظم لها قواعد البيانات تاعها، يخدم لها دي لوجيسيال يعاونوها، سواء تخدم منتج جديد، سواء تجيب لها لوجيسيال، سواء أنك تقوم بالصيانة. تشوفوا بلي هذا التكوين مهم جدا. متطلبات العمل: فقط يجب أن تكون لك الدقة، يكون لك مستوى واسع من التحليل، تكون لك مستوى واسع من الملاحظة. لا تخف لو لم تكن تملك هذه المتطلبات والمؤهلات الآن، لكن أضمن لك أنك مع الوقت، مع التكوين، سوف يعني تطور هذه المهارات يعني بطريقة أوتوماتيكية. التكوين هذا في الجزائر يكون غالبا باللغة الفرنسية، يعني من الصعب أنك تدرسه باللغة العربية، ويا حبذا لو تذهب بعيدا وأنصحك أنك تتقن الإنجليزية، لأن قواعد البيانات ميدان عالمي، وهناك الكثير من الدروس على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وبالتالي يعني كل حاجة جديدة تخرج بالإنجليزية، وبالتالي مهم جدا أنك تتعلم الإنجليزية لتكون دائما على مستوى مواكبة الحدث. يعني كل حاجة تخرج جديدة، لو كان انت تكون تعرف الانجليزيه راح تتعلمها بسرعه، راح تقرا الخبر هذاك غير يخرج جديد راح تقراه بسرعه، وبالتالي تكون دائما على باج، وهذا يعطيك فرصه انك تهرب وتكون يعني احسن من 99% من الذين يحسنون هذا التكوين. لان ما راكش وحدك، يعني كاين كونكورونس، شحال من واحد يقرا التكوين يتفورما في هذا، شحال من واحد يحترف في الاعلام الالي، وبالتالي كيفاش تخرج من لا كونكورونس هذه وتبان انت افضل واحسن؟ لو انك تحسن مثلا اللغه الانجليزيه، هذا يخليك احسن من 99% من الاشخاص. الان في هذا التكوين وشنو هي المواد اللي تدرسها؟ انا اعطيك بعض المواد، اكيد ربما كاين مواد اخرى، هذا يختلف ايضا من مدرسه الى اخرى، من مركز تكوين مهني الى اخر، يعني يختلف عبر الولايات. لكن المواد المهمه هي انك تدرس ماده الشبكات، يعني حتقراو لو ريزو، يعني هذا مهم جدا. حتقراو ماده سبيسيال اسمها نظام اداره قاعده البيانات، حتفهم هذا السيستم وشنو هو. عندكم ماده اسمها المنهجيه، عندكم الضلف هو برمجه، يعني هذا يدخل في اطار البرمجه، هي لغه من لغات الخوارزميات، مهم جدا. اللي يعرف شويه برمجه يعرف بلي كاين بزاف لغات، وهذه لغه من اللغات. واكيد انت ربما، علاش نصحتك في الاول انك تدرس يعني جانب هذا التكوين، يعني لو كان كنت تحب هذا التكوين راح تدرس حتى لوحدك، يعني في الانترنت تبحث وكذا راح تلقى لغات اخرى، مواد اخرى راح تدرسهم لوحدك. وهناك ايضا ماده اسمها التحليل. هذا يعني ما في هذا التكوين، يعني أعطيت لكم نظرة بسيطة عن هذا التكوين، لأني أنا شخصيا ليس مختص في هذا التكوين، يعني فقط لأعرفكم به. هناك الكثير ممن بحث عنه وسألني أسئلة. هناك صديق للقناة على ما أظن اسمه صالح إلى ما نسيت، يعني ألح علي كثيرا وأصر عبر الفيسبوك أني أقوم بتعريف هذا التكوين. أنا الآن قمت بهذا التكوين في خطره هو وفي خطر الكثير من الناس اللي يحتاجوه، فقط لمعرفة يعني بسيطة بهذا التكوين. وانت نخليك لو تحب هذا التكوين من خلال ما أعطيته لك من معلومات بسيطة، انت زد ابحث وحدك في الانترنت. هناك الكثير من المواقع، الكثير من الفيديوهات التي تسمح لك بالتعمق أكثر. أبشركم بأنه تكوين مهم جدا، لأني كل ما بحثت عنه في الانترنت وجدت ان الكثير يشكر هذا التكوين، لانه مهم جدا. يعني تقدر تخدم في اي شركه كما قلت لكم، في اي اداره، في اي شركه مختصه في الاعلام الالي، يعني هذا يعطيكم فرص اكبر للعمل. اترككم مع هذه التعليقات في احد المنتديات لكي تعطوا في يعني ديروا فكره اخرى واكثر تعمق في راسكم.
اذا عندكم اي سؤال مشكل اطرحوا عليا في التعليقات. ما تنساوش تبارطاجيو برا فيديو، ديروا لنا لايك ولا حتى ديسلايك ما عليك، المهم انك تتفاعل مع الفيديو باش نشوفوا تعرف. سلام.